تعالوا نتأمل قليلا هذه القصة. في إحدى الدول العربية صفع المعلم أحد الطلاب بقوة قائلا له: لماذا لم تكتب الدرس؟ فأجابه الطالب بهدوء: أستاذي، لم أقتنع بما قرأت. قال الأستاذ: ولماذا لم تقتنع؟ فرد الطالب: لأنني لم ألتمس حقيقة ما كتب في الكتاب. قال الأستاذ: كيف ذلك؟ أجاب الطالب: أستاذي، الكتاب يقول: بلدي بلد غني، ولكن يا سيدي بيتنا من طين، ولباسي ومحفظتي وكل أدواتي المدرسية وحتى كتبي من الجمعية الخيرية. الكتاب يقول: بلدي بلد النفط والغاز، ولكن يا سيدي ليس لدينا غاز نطبخ عليه ولا نفط، ولا زالت أمي تطبخ على الحطب. الكتاب يقول: بلدي بلد الخيرات، ولكن يا سيدي لم أرى أن الخير آت، بل أراه سافرا مبتعدا في جيوب الآخرين. الكتاب يقول: بلدي مهد البطولات والحضارات، وسؤال في نفسي يجول: فلماذا يبقى بلدي بالمهد وغيره يكبر؟ كذلك الكتاب يقول: أبناء وطني متساوون في الحقوق والواجبات، لكني يا سيدي لم أخذ حقي كإنسان أو كمواطن من مواطني هذا البلد. سيدي، أنا لا أحب أن أكذب على نفسي، لهذا لم أكتب واجبي. سيدي، لم أقتنع بما قرأت، فافعل بي ما شئت.